الو، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ انا مصطفى عبده ودي صفحتي الجديده اللي بنزل عليها فيديوهات الطويله. النهارده مين بقى ضيف الحلقه؟ استاذ بيكي. ايوه استاذ بيكي. النهارده جه لبيكي حاجه غريبه جدا، دي ما جاتليش انا، جاله. تتوقعوا ايه؟ ما تقولش بقى. تتوقعوا جاله ايه؟ هديه. مصيبه. ابسط يا عم، جالك هديه ولا هم. تعال نفتح نشوف الهديه. يلا بينا. هفتحها واجي. مبروك على الهديه. هفتحها واجي. الهديه تحسوا انها هتهرب، متغلفه جامد قوي. الهديه تحسوها انها هتهرب. الهديه تحسوها انها هتهرب. دي الهديه دي بتاعتك يا بيكي، دي جايه لك انت. تعال اتفرج، تعال. اخيرا. بس ربنا يهديك يا بيكي، ربنا يهديك. اهدى. يلا نفتح الهديه. والبراند اللي بعت لبيكي الحاجات دي اسمه جوي سباروت، متخصص في كل حاجات الطيور وبغبغانات. شكرا جوي سباروت. قول لهم شكرا. قول. الحق العبك يا بيكي. اوه. تعالى يا بيكي. ايه الحاجات الحلوه دي بقى؟ تعالوا. بصوا. ايه ده؟ الله، حاجات كتير قوي، كتير. بص يا استاذ بيكي، اول حاجه جات لك مرجحه يا استاذ بيكي، ومعاها كمان ايه بقى؟ بصوا، شخشيخه. تعال اقف. مجنون والله، مجنون. انا عمري ما شفت عصفور كده، تعبت منه. وتاني حاجه جات له استاذ بيكي، دي المفروض ان هي بتتعلق في القفص من جوه وبتكبر كده، وبيكي بقى يفضل نازل رايح عليها. تعالى يا بيكي جرب. تعالى يا بيكي، اقف هنا. اقف. هو انا هستخدم الحاجات دي؟ عنده رهاب اجتماعي. وتالت حاجه جات له بقى، تخيلوا ايه؟ انا مش عارف هلبسها له ازاي. بص جات لك ايه؟ بص اتفرج جات لك ايه؟ ده المفروض تقلي ان انا البسه له وامشي بيه في الشارع عادي، فخلينا نشوف. مش عارف ازاي هلبسها لبيكي، بس شويه كده وابقى نشوف. تعال نشوف بقى ايه اللي جه تاني. بصوا بقى رابع حاجه، دي المفروض ان هي بتخش جوه القفص وبنقرط عليها كده وبتفضل ثابته، وبيكي يجي يقف عليها بقى. دي جامده. اتفرج. اقف عليها. تعال اقف هنا. دي حاجتك، ده انت مش طبيعي. اوه، خامس حاجة. سلوبيتا. جامدة دي قوي. انا مش عارف هلبسها له ازاي، بس خلينا نشوف برضو. شكلها حلو، بصوا. كيوت قوي. دي زي اللي فاتت بالظبط، بس دي حاسسها لونها احلى وهتليق على بيكي اكتر. بيكي، رايك؟ بيكي مش طبيعي. اللي بعده، اعتقد دي برضو بتتعلق في القفص وفيها حتت ذره صغيره، والمفروض ان دي الوان طبيعيه ما تاذيش الطير خالص. كيوت. شكلها حلو. سلم. جامد. يا جماعه جاله سلم. بص يا بيكي، جالك سلم. ابسط يا بيكي، جالك سلم. ابسط يا عم. بجد انا مبسوط اكتر منك يا بيكي، ده انت
وش غم. ايه ده ايه ده ايه ده؟ دي بقى. والله مره كيوت، مليانه شخاليل. بما انك مش فرحان طب تعالى هنا بقى، تعالى هنا يلا، تعالى هنا يلا. بيكي انزل. مش طبيعي. كوكي 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 كوكي. مش مديني اي اهميه بيكي بجد. المفروض بعد ما خرجنا الحاجات دي حان الان ان احنا نجربها على بيكي. جاهز؟ هرب يبقى مش جاهز، انا هخليه جاهز. دي بقى اكتر حاجه كيوت نفسي اخليه يلبسها. انا معرفش ده ايه صراحه، معرفش. مالك يا بيكي؟ اصبر، ما تخافش والله، انت جميل، ما تخافش. انا معرفش ازاي بتتلبس بس هشوف. بصوا انا معرفتش البسها ازاي لبيكي، بس انا هحاول اركبها له. بس انا خرجته ياكل ويشرب شويه ويظبط على حاله وبعدين البسها له. هنركب الحاجات دي كلها ازاي في القفص. يلا بينا نجيب القفص. جاهز يا ويكي؟ اول حاجه متحمس لها ان انا اركب السلم، واخيرا ركبته. هم مستغربين وبجد خايفين منه جدا، مش عارف ليه كده، وحاسس ان هم صنم. يلا نركب بقى اللي فيها الدوره دي. بجد يا جماعه وانا بركب الحاجه انا متحمس اكتر من العصافير. العصافير بتهرب مني وبتهرب من الحاجه، اعمل فيهم ايه دول؟ بصوا حتى بيكي اللي مش وش نعمه بيهرب برضه. ادي دقني لو خليت حد يبعت لك حاجه تانية يا بيكي. انا مش مصدق ان بيكي الشرير خايف من حبه حاجات كده بتشخلل. المشكله ان هو بيبعد عن القفص وبيتفرج عليه بزاويه كده ومستغرب الحاجه. بصوا بقى انا هركب كل حاجه واوريكم المنظر الاخير. جاهزين يا جماعه تشوفوا المنظر؟ يلا بينا. 1 2 3. اوه ماي جاد، ايه الجمدان ده؟ لا اتفرجوا يا جماعه كده، الحاجات شكلها تحفه، شكلها جامد قوي قوي قوي، والوانهم مبهجه وشكلهم حلو. وبيكي بقى بصوا تحت بيعمل ازاي، عايز يهرب. مش بقول لكم مش وش نعمه؟ وزي ما انتم شايفين بقى الحمد لله خلصنا القفص بسلام. بس بيكي خايف والله، مش عارف ليه، في ايه مش عارف بجد، خايف ليه؟ ايوه انت خايف. بصوا باصص لنفسه هنا ومستغرب عمال يعمل كده. والحمد لله خلصنا القفص زي ما انتم شايفين، بقى شكله جامد جدا الحمد لله. عجبك يا بيكي؟ عجبني قوي 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 يا بابا مصطفى. لا وبجد مبسوط قوي بالحاجات اللي انا حطيتها لبيكي والويكي، هيتبسطوا بيها قوي. بس هو لسه بيكي خايف شويتين 3. يا رب يلعب بيهم ويستمتع بيهم زي ما انا مستمتع بشكلهم. مستني ان هم يلعبوا بيهم، فانا لو لقيتهم بيلعبوا بيهم والله بجد هصورهم واوريكم. بس كده خلصنا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان نشوف بعض اكتر. يلا باي.